إن حد يشم أيدينا لأنه ما يترتب عليها شيء غير الذم من الآخرين، هذا شم وذم. لكن عندما يفعلها الفاعل وهو يعرف لماذا فعل، إذا رأى أنني في مرتبة والده وأنا رأيت أنه في مرتبة ولدي إذن صار سنة. أما إذا رآه كما يفسره عقول الآخرين فهذه عبادة، يمكن تكون كلمة أكبر منها. عفوا أريد أن أقول هذا للإيضاح لأجل يرفع مع هذه الحركة التي فعلت، وربما تجد من يقطع المقطع كله ولا يأخذ الحافل غير الصور هذه ويوزعها على الناس. شوفوا هذا الصوفي إيش يعملون مع شيوخهم. إذن فنحن نعمل عمل أبناءنا مع أبيهم، أب مع أبنائه، فهذه مسألة مشروعة. وفي هذا الزمان مثل هذه لا تعرض على الناس لأنها تثير عندهم أحاسيس معينة بحكم ضعف الثقافة الشرعية. أما الثقافة الفكرية الثقافة الحضارية ما أكثر منها في العالم. أحببت أن أقول هذه الكلمة لأجل أضع هذه الملاحظة بعدما شاهدنا من هذا. ولا حل لنا أبا أن نسلم على الكل، نحب الكل ونسلم على الكل. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في كتب الحديث أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، كانوا لا يتصافحون. لما جاء أهل اليمن وفود اليمن إلى النبي هم جاءوا بالمصافحة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سنة من السنن التقريرية. واليمن لها مشاهد شرعية ليست قليلة، فلذلك عندما نحييها مع الأدب، نحييها مع اللطف، نحييها مع عدم الطلب لها. ولكن حتى المصافحة باليد هكذا بالمناسبة فيها خير وبركة. إذا التقى المسلمان فتصافحا حتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. أسأل الله أن يجعل لهؤلاء الشباب في نياتهم ولنا ولكم ما نواه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي من التسليم على الصالحين، ويجعلنا وإياكم منهم ومعهم عفوا.